يا عميراتي خلص لكم المصروف، يعني موجود واش تحضروا. نقول لك واش طيبي. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه وما ناقصكم حتى شي خير. ومرحبا بكم معايا من جديد في قناتكم افكار وديكور نوريا. المهم اليوم اختكم نوريا طلت عليكم بواحد البيتزا ما شاء الله بنينه بالبزاف، سهله التحضير. يعني ما لقيتو واش تحضروا يا عميراتي، اجي نقول لك واش تحضري واحد البيتزا بدون بيض، فقط عندك الزيت والماء والفارينه. اجي نقول لك واش تحضري، شوفي كيفاش تجي بنينه 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 بالبزاف. حتى ولو ما عندكش صدر دجاج او الطونه، راح تحضريها فقط بالطماطم، سهله التحضير بنينه بالبزاف. يلا نبدو على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كما شفتوا نصف كاس ماء، نصف كاس حليب يعني دافي، والماء كذلك دافي، نصف ملعقه خميره الخبز، كذلك نصف ملعقه سكر، ونخلط جيدا مليح. والله بنينه بنينه بالبزاف، يعني سائله في مول كبير عائلي خاص بالفرن. كذلك حليب غبرة اللي هي اللحظة، نصف كاس آه عفوا نصف ملعقة كبيرة تاع حليب غبرة. عفوا والله راني غير خلط ملعقتين زيت كبار. يلا حبيباتي لحد الان يشاهدوا الفيديو، ما عليكم غير التفاعل في القناه، والله التفاعل مكان. يلا باش ندير لكم ونزيد نعود ندير لكم وصفات ساهلين واقتصاديين. يلا التفاعل وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وما تنسوش اللايك اللايك اللايك، الله يسعدكم. المهم نخلط مليح الكل. كذلك ملعقة، يعني تقريبا ملعقة صغيرة ماهيش معمرة تاع ملح، ونخلط مليح. دائما ذكركم حبوباتي بالصلاة والسلام على سيد الخلق محمد الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. والله واحد البيتزا ما شاء الله سهلة واقتصادية ما فيها حتى حاجة. من بعد نبدا احنا نضيف الفرينة، يعني كل مرة تضيفي وتخلطي، يعني سائلة ما تكونش، يعني ماشي سائلة مهم ماهيش يعني كما البيتزا اللي رانا نحضروها دايما. ونخلط مليح، لكن بنينه والله احسن من البيتزا اللي رانا نحضروها دايما. المهم نخلط كل مره نحط الفرينه ونخلط. من بعد راح تشوفوا القوام تاعها ما شاء الله بنينه بنينه وسهله التحضير، يعني في وقفه راح تحضريها. يعني حطيت لكم ونزلت لكم اشعل من بيتزا، لكن هذه البيتزا يعني حاجه اخرى. كل مرة نحط الفرينة ونخلط. شفتوا ما فيها حتى حاجة، الماء الزيت كمية قليلة تاع زيت والحليب والفرينة، ما فيها حتى بيض، يعني بدون بيض راح تجيك بنينة بنينة بالبزاف. ولابد نخلط مليح حتى نشوف القوام تاعها، وهو القوام تاعها شوفوا كيفاش جات، شوفوا كيفاش. من بعد راح هنا الفرن اللي شعلته، لابد الفرن يكون ساخن. نحضر البلاط تاعي، نحط فيه ورق الطهي، يعني البلا هذا بلا عائلي يعني كبير، وراح تعطي كمية كبيرة تاع البيتزا. نحط هنا خليت فقط يعني سويتها مليح، وخليت يعني قد كمية قليلة من البلا، يعني ما حطيتش فيه. يعني ما شاء الله تاكلي وتوكلي، يعني تجيك بيتزا عائلية.
راح نسويها مليح في البلا تاعنا. ونخليها هنا على جنب ونولو يعني الصوص تاع البيتزا تاعنا. صوص تاع البيتزا سهله مهله، يعني ما تكلفش خلاص في الوقت. هنا فقط الطحني في الاشوار، طماطم، الثوم، البصل، طحنيهم في الاشوار مليح. ومن بعد هنا كما شفتوا ضفت الملح، فلفل عكري الحار، تقدري تحطي فقط فلفل اسود، انا ما عنديش، والسكر كذلك. ومن بعد طماطم وصبر، يعني سهلة واقتصادية ما فيها حتى تعب. يعني في وقفة راح تخدمي وتحضري الصوص تاع البيتزا وتحضري البيتزا تاعك، ونخلط مليح. من بعد شوفوا القوام تاعها ما شاء الله، واحدة طماطم، واحد الصوص هايلة بنينة بالبزاف. من بعد نحطها فوق البيتزا تاعنا بعد ما سويناها مليح، ومن بعد نبدا نسوي في الطماطم كذلك. نبدا نسوي فيها مليح طماطم، ما شاء الله جات بنينه بنينه بالبزاف. هنايا انا حضرت فقط، كانت عندي كميه قليله تاع زيتون اخضر، يعني قطعته وحطيته من الفوق. يعني الحاجه اللي عندك في البيت، اللي عندك في البيت يعني حطيها. وكان عندي كذلك يعني علبه تاع طونه تاع الزيت، وكان عندي كميه قليله تاع صدر الدجاج، يعني طيب، يعني ما تتكلفش خلاص. هاوينا صدر الدجاج والطونه، فقط علبه تاع طونه صغيره فقط، والصدر الدجاج كذلك سويته مليح. وهي الوصفه تاعنا، وان شاء الله تعجبكم وتكون في الحسن الظن تاعكم، وان شاء الله مع وصفات جداد واقتصاديين وسهلين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.